حجر إسماعيل أو الحطيم أو الحجر هو البناء المكشوف على شكل نص دائرة من الناحية الشمالية للكعبة بين الركنين الشامي والعراقي. بيمر عاملين ممر بيوصل إلى داخله، واحد للدخول واحد للخروج. بيسمى الحطيم لأنه جزء حطمته قريش من الكعبة وأخرجته لما عجزت عن توفير المال الحلال لبناء الكعبة، واقتطعوا من الكعبة حوالي 7 أذرع وضموها إلى حجر إسماعيل. بيسمى حجر إسماعيل لأن إبراهيم عليه السلام بنى لإسماعيل حجرا مدورا بجانب الكعبة، عمله له على شكل نص دايرة خفيف كده من جهة الشمال، وبنى عليه عريشا من الأراك، دي يعني غطاه بعريش من الأراك عشان يسكن فيه سيدنا إبراهيم، ويقال إن كان بيأوي إليه أغنامه. الجزء اللي خرج قلنا من الكعبة ودخل في حجر إسماعيل دخله هو 3 متر، دخلوا 3 متر في الحجر اللي موجود بتاع إسماعيل اللي هو كان خارج الكعبة، فبقوا 2 في حجر إسماعيل. بيبلغ الطول الكلي للحجر 8 متر 46 سنتي، منها 3 متر اللي هم ناحية الكعبة، هم دول أصلا من الكعبة، والباقي لا مش من الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا، بيقول لستنا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب آخر يخرج منه الناس، ووضعت الباب على الأرض. في خلافة عبد الله ابن الزبير هدمت الكعبة وبناها عبد الله بن الزبير على قواعد سيدنا إبراهيم، وأدخل الجزء اللي هو في الحجر اللي هو 3 متر دول أو 7 أذرع دخلهم الكعبة تاني. لما استشهد بقى ومات، جه الحجاج بناها رجعها لما كانت عليه. لما جاء الخليفة المهدي كان عايز يرجعها زي ما عبد الله بن الزبير عملها، فأشار عليه الإمام مالك بن أنس وقال له ألا يفعل، اترك ذلك حتى لا يصبح بيت الناس، بيت الله عز وجل، لعبة بين الملوك والخلفاء، فيبني هذا ويهدم هذا، فتذهب هيبته من صدور الناس. وقال له اتركها كما كانت على عهد رسول الله وطاف بها. فضل الحطيم، يعني ما هو فضله الحطيم أو حجر إسماعيل؟ في عام الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ركعتين عام الفتح، ولما طلبت السيدة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة أخذ بيدها وقال لها صلي في هذا الحطيم فإنما هو قطعة من البيت. في حديث ضعيف بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الحجر أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، بس هو ضعيف. كمان من فضائل الحطيم أو حجر إسماعيل أن الدعاء والذكر مستحب في الحطيم، خاصة تحت الميزاب اللي هو اللي بيصرف المياه الأمطار، موجود في أعلى الكعبة. فيقال أن يستجاب الدعاء على الظالم، وبتستجاب الدعاء، وكمان لو حد دعا باسم فبيجيله عقوبة فورية. وهو كمان من الأماكن المباركة اللي بيحبها الحجاج والمعتمرين. وقال ابن عباس صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأخيار. قالوا ما مصلى الأخيار؟ قال تحت الميزاب. وقيل ما هو شراب الأبرار؟ قال من زمزم. في
فيبقى الحجر عندنا هو بناء مستدير على شكل نص دائرة، ارتفاعه 123 سنتي، مغطى بالرخام. وأول من غطاه بالرخام هو الحجاج بن يوسف الثقفي. أحد طرفيه عند الركن الشامي، الفتحة بتاعته اللي هي بينها وبين الكعبة 230 سنتي، والركن العراقي الفتحة اللي هي ناحيته 223 سنتي. قلنا المسافة من الكعبة إلى وسط تجويف الحطيم 8 متر 44 سنتي. قلنا منهم أول 3 متر ناحية الكعبة هو ده اللي خرج من الكعبة. وفي العهد السعودي تم وضع 3 فوانيس معدنية تضاء بالكهرباء، واحد على كل جانب واحد في الوسط. وتم عمل أبواب للحجر، باب للدخول وباب للخروج. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.